احنا النهارده لعشاق الليمون المخلل هنعمله بالطريقه البلدي. انا معايا 3 كيلو من الليمون، غسلتهم كويس جدا وحطيت لهم حله ميه مغليه على النار وغليتهم لمده نص ساعه في الميه المغليه، وبعد كده صفيتهم وحطيتهم في ميه بارده وقعدت اغير لهم الميه لمده يومين بمعدل 3 4 مرات في اليوم. ومعايا 5 معالق من الفلفل الرومي المفروم في الكبه، و3 قرون من الفلفل الحراق الهالبينو. هحط 2 متقطعين واحد هخليه سليم عشان ما يبقاش حراق قوي، وبطرمان معقم، و5 معالق من الملح. صفيت الليمون بتاعي بعد ما نقعته يومين بالظبط، وهنزل عليه بقرن الفلفل الهالبينو عشان ما يبقاش حامي قوي، وهحط عليه الفلفل المفروم ومعلقتين كبار من الملح واقلبهم كلهم في بعضهم. الخطوه دي انا عملتها، وهركن الليمون بتاعي شويه واحضر المحلول بتاعي. انا غليت الميه قبلها بيوم وسبتها لما بردت خالص وهستخدمها. المعيار بتاعي هنا انا حاطه بالظبط 1.5 لتر، وهنزل عليهم ب3 معالق الملح الكبار ومعلقه كبيره من السكر ومعلقه صغيره من الزعفران البودره، وهقلبهم كويس جدا في بعض. انا هنا ما استخدمتش خل عشان لو الليمون قاعد معاكي فتره طويله في التخليل ما يتهريش منك. وهقلب المحلول بتاعي كله مع بعضه لحد ما كل الملح والسكر يدوبوا وياخد لون الزعفران. وكده المحلول بتاعي بقى جاهز. جبت الليمون بتاعي قلبته كله مع بعضه كويس جدا عشان الفلفل يوصل لكل حته فيه والملح. وهجيب البطرمان بتاعي وهعبي الليمون كله في البطرمان، وبعد ما خلصت عبية الليمون هحط على الوش كام ورقه من ورق اللوري عشان ما يحصلش عفونه، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من الزيت. وكده المخلل بتاعي بقى جاهز. هقفل البطرمان كويس جدا وهسيبه لمده 10 ايام، وبالهنا والشفا.